السلام عليكم. تعالوا بينا النهاردة نعمل المفرش انتوا شايفينه ده او سجادة زي ما تحبوا تسموها يعني. ممكن يتفرش على انتريه، على كنبة، على كأنه سجادة يمشي في كل الاحوال. يعني انا زهرة هدو، وان شاء الله اكمل معكم سلسلة تفصيلاتي بقى وابتكاراتي البسيطة اللي هتعجبكم باذن الله. زي ما شايفين الوضع مزري، يعني انا عندي محل قماش، فطبعا في قصاقيس كتير بيبقى فيه في التوب غلطات معينة، باقي التوب حاجات كتير، عندي قصاقيس كتير جدا يعني. ففكرت استغلها بحاجة مفيدة، اعمل منها المفرش اللي شفتوه في الاول. طبعا انا عندي قماش كتير بالوان كتير جدا، فانا بعمل ده لان انا كنت برضو عامله لحاف، ان شاء الله هوريه لكم برضو دلوقتي في او اخر الفيديو. لحاف صيفي كده، عامله فيه الوان كتير. كل الالوان اللي عندي عاملاها مربعات، يعني 15 سنتي في 15 سنتي. السنتيهات دي او المربع ده عملته بالحجم ده ليه؟ لاني عشان استغل اكتر كمية قماش عندي واصغر قطعة قماش عندي. طبعا ممكن اعمل اكبر من كده، بس انا حبيت استغل اي قصقوصة. فده عملت 15 في 15. هوريكم اللحاف شكله تحفة 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 يعني. ده ما كلفنيش ولا حاجة يعني، فاهمين؟ انا حاجة عندي مرمية، جبتها استصلحتها. وكمان اي قصقوصة هتفيد مني هستغلها في حاجة تاني ان شاء الله هتشوفوها في الفيديو الجاي. بس ياريت لو اول مرة تشوفوني ادوني لايك واشتراك في القناة، والقناة محتواها باذن الله هيعجبكم. زي ما شفتوا كده قصقصت كل كمية القماش اللي عندي 15 سنتي في 15 سنتي مربع. طبعا كنت عايزة اعمل الوان واشكال، فقلت لا ده خليه في فيديو تاني. لكن انا دلوقتي هعملكم المفرش انتوا شفتوه في الاول ده، عبارة عن لونين، زيتي في بيج. انا عندي طبعا زيتي كتير وبيج كتير، وعندي الانتريه بتاعي او الكنبة بتاعتي بيج، فقلت استغلها واعملها باللونين المفضلين لدي يعني. تمام. انا طبعا بحط لون على لون، يعني انتوا عارفين الواحد بيوصل في الاخر كمية مربعات كتيرة، فبخيط ورا بعض كده، بيج على زيتي، زيتي على بيج. مهم اني هركبهم بطريقة معينة. يعني زي ما خيطت 2 مثلا، وبعد كده 2 في 2، وبعد كده 4 مربعات في 4 مربعات، زي ما انتم شايفين يعني سهل جدا. اهم حاجة اني لما اجي اوصلهم في الاخر يبقى كل لون عكس التاني، كأنه شطرنج يعني، زيتي في بيج وهكذا. طبعا انا هوصل كمية كتيرة. القماش ده اللي عندي اسمه هامر، يعني انا حبيت ان يبقى كل قماش خامة واحدة عشان يبقى مناسب اكتر. عندي خامات تاني هبقى اعملها بشكل تاني او في فيديو تاني ان شاء الله. فالخامة دي حلوة جدا طبعا، مش محتاج سرفلة ولا اي حاجة يعني. فاحنا ممكن نستغل اي حاجة عندنا في المفرش ده، وهيبان انه جميل جدا لو كمان كان الوان كتير. مش لازم يبقى لون معين او لونين بس. طبعا اللونين بس بيبقى شوية منمقين وذوق، لكن الشغل العشوائي بيبقى برضو مودرن او شيك في حتة تاني يعني. هتلاقوا ان انتوا مطلوب منكم ده وده. ففكرة جميلة حبيت أشارككم بيها النهاردة، وإن شاء الله الفيديو يكون مفيد ويعجبكم. أنا حوالي عملت المربعات بالطول دي، كان حوالي 10 مربعات في بعض. طبعا زي ما انتم شايفين كده بوصلها لحد ما تعمل معايا 10 زيتي وبيج. وبعد كده هعملهم صف، كان حوالي 7 مستطيلات بقى من اللي أنا عملتهم. هتشوفوا ده بالتفصيليا بإذن الله. كده عملت كل الكمية اللي عندي زي ما انتم شايفين كده، رصيتها يعني واحدة بيج واحدة زيتي زي الشطرنج بالظبط. فانا لسه مخيطهاش كلها في بعض، يا دوب كل عمود كان فيه تقريبا، لو تحبوا تعدوا انا نسيت بس هو 10 مربعات في عرض كام، 3 بتهيألي 7 8 مش عارف، مش فاكرة.
ادي كله لسه ما اتخيطش في بعضه، وبعد كده هوصله ببعضه هيبقى الموضوع ابسط واسهل بكتير. يعني الخياطة دي مش هتنتج بدقيقة جدا او بالسنتي، او يعني هتلاقوا ممكن يبقى فيه فرق بسيط بين كل مربع والتاني، بس ان شاء الله ما بيبقاش ملحوظ. طبعا انا بجمع دلوقتي المربعات دي على بعض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اذكروا الله يا جماعه. انا دلوقتي عملت ادي عمودين وده التالت، فالكميه والله بتبقى مسليه. يعني انتوا ما تتخيلوش ان انتوا هتتعبوا في حاجه بسيطه او مربع مربع، او هي الفكره مش في التعب ولا حاجه، فكره في التجميع كمان، كانكم بتركبوا او بتكونوا بازل. فالشغل ده ممتع اكتر منه متعب. يعني لو هتحسوه متعب مش هتحبوا تعملوه، لكن لو انتوا استمتعتوا بيه زي ما انا عملت بالظبط كده، وان شاء الله الفيديو جاي هتشوفوا ان انا عملت موضوع اصعب من كده بكتير، بس ما كانش صعب بالنسبه لي، لان كل ما بعمل مربع كان فيه الوان كتير، بحيث ان انا عملت حاجه مفيده واشتغل في المربع اللي بعده وهكذا لحد ما اخلص الكميه اللي انا عايزاها. فهو عايز طولة بال، وعايز روجان، وعايز حد بيحب الفن اصلا والشغل. فان شاء الله المحتوى يعجبكم، يكون هادف جدا. كمان ممكن يعني لو اي حد عنده قماش، مش لازم يكون قماش ستاير او قماش تنجيد او هكذا، لا اي قماش عندكم، يعني مثلا ملايات مش عايزينها، هتعملوا ميكس بينها. يعني هتجيبوا ملاية سادة مثلا ومنجوشة وتعملوا مربعات وتعملوها بنفس الفكرة، من غير ما تشتروا قماش جديد او اي حكاية زي كده. لا ده استغلال الحاجات عندنا، او اعادة تدوير برضو الملايات زي ما قلت لكم، هتبقى فكرة جميلة وتغيير. فالفكرة دي موجودة كتيرة يعني، ومعمولة قبل كده، وانا عملتها قبل كده بس ما كنتش صورتها ولا حاجة، فحبيت اشارككم التصوير. انا خلصت الكمية زي ما انتوا شفتوا كده، على حسب ما تحبوا طبعا الكمية اللي هتبقى عندكم ايه، او مربعات لونها ايه. بس بجيب لها قماشة، برضو عندي قماش فينيسيا بيبقى تقيل شوية عشان يخلي الخامة دي متماسكة، لان طبعا زي ما عارفين القطيفة بيبقى مخملي كده وطري جدا، فانا عايزة حاجة تمسكه، بخيطه على حاجة ايه تقيلة شوية، مش محتاج يتحط له فايبر او اي فكرة، لا انا عايزة الموضوع يبقى ابسط من كده بكتير. هجص على كد المستطيل اللي انا عاملاه دلوقتي ده، وطبعا هقلب القماشة الحمراء دي لازم تبقى على الظهر، كأني هتبقى معايا دبل فيس، يعني ممكن افرشها مقلوبة او معدولة. تمام، بس طبعا الغرض منها تكون معدولة افضل. ادي قلبتها عشان تبقى ظهرها اللون الاحمر اللي انتوا شفتوه، بيبقى اي لون طبعا مش بيبقى باين. هثبته في بعضه، يعني احاول اوزنه كده على القماشه الاول، مش بالظبط، هخلي فيه مسافات خياطه اكتر شويه بالنسبه للبطانه اللي من تحت. هثبتها بدبابيس، لان ساعات ما الواحد بيخيط ممكن القماش يجري معاه من هنا ومن هنا، فهياخد كميه قماش اكتر من البطانه. فانا ايه بعمل حسابي وبحط الحاجه دي بزياده، وبرجع بعد ما اخيط باذن الله اساوي اي حاجه عندي. انا ثبت طبعا بدبابيس الكميه كلها وهخيطها على المكنه. طبعا انا ايه هعمل على قد المربعات دي، مش لازم كل مربع ادوس عليه زي ما انتم شايفين، لا كل مستطيل كده وتمام. يعني بدايه من اللي انا بخيطها لحد نهايه عرض المفرش ده، وهكذا هعمل الكميه كلها. ودي هتبقى تثبيت للبطانه وتثبيت للمفرش ده.
أنا كده تقريبا ثبت كل المربعات اللي شايفينها بس بالطول، يعني مش مربع مربع لكن مستطيل مستطيل. ابتديت من النص عشان اخد اي زيادة عندي يمين او شمال، يعني كان ممكن ابتديت من اول ايدي اليمين وهكذا، لا حبيت ابتدي من النص عشان ما يبقاش فيه قماش مزرزر عندي، عارفين ما يبقاش مثلا رايح وجاي، لان القماشة طبعا ناعمة جدا. اخر حاجة بقى بثبتها اللي هي الاطراف، يمين شمال تحت فوق وهكذا. المرحلة الأخيرة خالص أنا ضربت عليها خلاص. مرحلة الباييه أو الكنار بيبقى على الجناب عامل زي بتاع البطاطين. هركب طرفه سواء من تحت أو من فوق عادي، ما بيفرقش يعني، على الناحية الحمراء أو على المربعات هو كده كده بيبقى شكله كده في النهاية زي ما انتم شايفين. فأنا ممكن أركب في الظهر الأول وأجي ايه التانية اللي قدام، برضو بيبقى شكلها ظريف جدا. القماشة دي طبعا بتبقى طويلة على قد المفرش، لكن عرضها بيكون 5 سنتي. باخدها من نفس لون القماش عشان تبقى مناسبة اكتر معايا، او اللون الغامق ممكن تعمل باي لون طبعا تاني محايد. بابا بخيطه في الظهر، هرجع اعدله واتنيه، فهيبقى ده معايا الفينيش الاخير. هعمل الكلام ده على ال4 جهات بتاعتي، وكده هتشوفوها في النهاية ان شاء الله شكلها هيبقى عامل ازاي. وده بعد ما خلصت اول جهة هعمل الجهات كلها زي ما انتم شايفين كده. الظهر والوش شكله كويس خالص مظبوط جدا. ده بيفرق معايا في الشغل طبعا. بعد كده ادي زي ما فرشتها لكم دي كأنها سجادة تمشي برضو لو انا عملتها بكمية اكبر، بس بتعوز قماش اخشن من كده، ما يكونش ناعم بالطريقة دي. برضو بتتفرش على الانتريه زي ما قلت لكم، بيبقى يمكن شكلها افضل بكتير. اعمل 1 أو 2 كأنها بيضات. دي فكرة حلوة وجميلة، واكيد مش معمولة كتير، فهتحبوها لما تجربوها بإذن الله. ده الظهر بتاعه زي ما انتم شايفين بيبقى متخيط كأنه لحاف. زي ما قلت لكم يتفرش بأي طريقة، مربعات، او لو عايزة اعكس واخليه كأنه سامبوكسات برضو كويس، كله حلو. لو عايزين نعمله مربع بس مش مستطيل، يعني كلها مناظر حلوة وان شاء الله يكون عاجبكم زي ما عجبني كده يعني. اما ده دلوقتي بقى المفرش اللي عملته لبنتي بألوان كتير. ينفع طبعا الغطا لانه خفيف شوية، ينفع صيفي مش بس شتوي، او ينفع مفرش شتوي كمان وناعم جدا. فدي الالوان شكلها جميل جدا، وعلى الواقع كمان اجمل. دي الظهرية بتاعتها بيبقى برضو مخيطاها على قماشة تقيلة كأنها لحاف، تنفع بعد كده لو انا حبيت افرشها دبل فيس. يا رب الفيديو يعجبكم، ولايك واشتراك في القناة. ان شاء الله نشوف الفيديو الجاي هيكون ايه، الى ان القاكم يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.